بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طبعا الكتاب بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، واحنا اساتذه في الادانه، وانا اولكم طبعا. خلي بالكم الجيل القديم، الجيل القديم كان عنده شويه حاجات كده يعني فيري ستريكت قوي، يعني اللي يطلع براها بيطلع بره الفريم يبقى وحش او مش صح او لا يليق. انا عارف الدنيا بتتغير وانا في نفسي بتغير، يعني ما اخبيش عليكم يعني، لكن انا كنت طالع بقى ايه الجيل بتاعنا. مفيش واحده ست بتلبس جينز، مفيش بنت بتلبس جينز، كله بيلبس جيب او فستان. فطبعا ايه زمان بقى كان كل الناس كده، فاللي يطلع بره دي يبقى ده طلع بره الريذم بتاع المجتمع. وكان المكياج مش صح، خصوصا للناس اللي داخله الكنيسه، كانش حد يحط مكياج. فكان في بيجي عندنا بنت في الدير، بنت واحد يعني راجل طيب قوي، وكان دايما بيجيب بنته، وبنته ما كانتش كبيره الحقيقه، يعني عندها 18 سنه 19 سنه حاجه كده، بس كانت بتحط كميه مكياج بشعه. بصيت عليها كده قلت هي ليه بتحط المكياج ده كله وتيجي الدير يعني؟ ليه؟ فكنت باخدها بطريقه ظريفه شويه، يعني بحاول اخليني ظريف واقول لها، بس كنت بجرح مشاعرها. وفضلت على كده سنه ونص، كل ما تيجي الدير افضل اقول لها حطيتي كام لايرز النهارده، مش عارف ايه، المكياج خفيف قوي، حاجات كده يعني. وتعدي الايام، وحصل ان احنا رحنا عندهم البيت انا ورايح تاني عشان ناخد حاجه من باباها. فاحنا قاعدين البنت قالت لباباها لو سمحت يا بابا ممكن اخد ابونا بشوي معايا بس اقول له حاجه؟ فقال لها اتفضلي اذا كان ابونا ما يمنعش يعني. فقلت لها انا جاي معاكي. فرحت معاها، طبعا ما عنديش مشكله يعني، الشقه مش كبيره، فقعدت بقى اخذتني الاوضه بتاعتها، اتس اوكي، ما فيش مكان تقعد فيه اللي هي على الكرسي بتاع التسريحه، فانا قعدت على طرف السرير. فهي قعدت بدل ما تديني وشها راحت لفه وشها للمرايه وابتدت تعمل حاجه في وشها. فقلت لها انت طبيعيه؟ انت جايباني هنا بدل ما تتكلمي؟ انا كنت فاكر انها عاوزه ارشاد ولا حاجه. انت جايباني هنا عشان تقعدي تحطي مكياج؟ قالت لي استني يا ابونا دقيقه واحده بس، استناني بس دقيقه واحده وانا هقول لك كل حاجه. وقعدت، كانت مش بتحط مكياج، دي كانت بتشيل المكياج وانا حاطط وشي في الارض. وبعد ما خلصت راحت بصت عليا وقالت لي حط وشك في الارض ليه يا ابونا، ما تبص عليا. فانا بصيت عليها ورحت اتخضيت قوي، ما صدقتش روحي. البنت عندها بيرث مارك، اللي هي علامه كده اللي بيتولدوا بيها الاطفال ساعات، علامتين كده حوالين مناخيرها، مخلياها زي التايجر، كانها نمر، شكلها شكل نمر. انا اتخضيت قوي يعني. فقالت لي اتخضيت من شكلي يا ابونا؟ خلي بالكم زمان ما كانش بقى فيه تجميل ولا حاجات كده يعني، جراحه تجميل ما كانش فيه الكلام ده خالص يعني. فقالت لي اتخضيت يا ابونا؟ مش عاجبك شكلي ها؟ خضيتك انا؟ هو الوش ده اللي انت عاوزني امشي بيه في الشارع والعيال يرموا عليا الطوب ويقولوا لي يا نمر يا اللي شبه النمر مش عارف ايه؟ انا ما قدرتش امسك نفسي، واتضايقت قوي ان انا زعلتها كل السنين دي كلها، وبكيت بكاء مرا، وغطيت على رجلها عشان ابوسها واقول لها حقك عليا ما تزعليش مني، انا ما كنتش اعرف. كان درس قاسي عليا قوي ان انا حكمت على البنت كده وهي مش ذنبها حاجه، وكان فعلا الدرس ده ليا كويس قوي علشان ما احكمش على حد تاني. انت تنظر الى الوجه اما الرب فينظر الى القلب. ربنا بيبص على قلب الناس مش على وشهم. كم مره بحكم على الناس غلط، كم مره بحكم عشان ببص من بره ما اعرفش حاجه خالص. انت تعرف ايه عن الناس؟ تعرف اي ظرف هو ده الراجل ده بيمر بيه ولا البنت دي بتمر بيه؟ تعرف ايه عن نفسيتها؟ تعرف ايه عن دواخلها؟ تعرف ايه عن عيلتها؟ ما تعرفش حاجه خالص. انت بتبص عليها من بره وتحكم. الحقيقه لغايه النهارده قلبي موجوع. القصه دي بقى لها حوالي اكتر من 43 سنه، بس انا لغايه دلوقتي قلبي موجوع، وموجوع قوي ان انا جرحت مشاعرها. البنت طبعا وانا بحاول ابوس رجلها عشان تسامحني كانت بتقول لي يا ابونا ما تعملش كده ارجوك، انا بحبك قوي يا ابونا، انا مفيش حاجه، انا بس حبيت اوريك ليه انا بحط مكياج كتير. بس هو ما كانش موضوع مكياج، هو كان موضوع درس من ربنا بيقول لي لا تدينوا لكي لا تدانوا. ما تحكمش على الناس من الظاهر. وانا بقول لكم الخبره المره دي بتاعتي عشان انتوا كمان يا حبايبي ما تقعوش في نفس الغلط. لما حد يعمل حاجه قدامك اديله اكسكيوز، اديله عذر. انت ما تعرفش هو بيمر بايه، ممكن يكون هو بيمر بمراره وانت مش عارف. حط له اي عذر، اي عذر من دماغك عشان تقدر تغفر له وتسامحه، او على الاقل ما تحكمش عليه، لان ما ينفعش نحكم على الناس احنا ما نعرفش عنهم اي حاجه. ربنا يدينا كلنا انا وانتوا ان احنا لا ندين الاخرين حتى ولا في ذهننا، وننفذ الايه عشان في الاخر ربنا ما يديناش. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. لا تدينوا كي لا تدانوا، بالموده والحب عيشوا.
حب عيونك